تعمل ايه عشان تحمي نفسك من الاحتيال الالكتروني؟ انا عارف اننا كشباب ممكن يكون عندنا خبره اكبر في التعامل مع الالكترونيات، رغم ان حالات الاحتيال بتحصل لشباب كتير عادي جدا، لكن اهالينا بيتعرضوا كتير لمواقف زي دي وما بيكونوش للاسف عندهم المعلومه اللي بيها يقدروا يتعاملوا مع الشيء الطارئ الجديد عليهم ده. فخلونا مع بعض نحاول نعرف نفسنا واهالينا ازاي نحمي نفسنا من الاحتيال الالكتروني. اول طريقه واكثرها شيوعا هو الشخص اللي بيتصل بيك وبيوهمك انه من البنك ويقول لك يا فندم البيانات بتاعت حضرتك محتاجه تحديث، فمن فضلك ممكن تدينا بيانات كارت الفيزا بتاعتك عشان نقدر نحدثها. بدايه لازم حضرتك تعرف كويس جدا ان مفيش اي موظف في البنك مؤهل انه يتصل بيك ويطلب منك الباسورد بتاعتك، ولو ده حصل فلازم حضرتك تعرف فورا ان ده شخص نصاب وملوش اي علاقه بالبنك. وخلي بالكوا اوقات كتير جدا ما بيبقاش مجرد اتصال تليفوني، ساعات كمان بيبعتوا على الايميل بتاعك وانت بتتخيل ان هو من البنك، فدي بقى ليها علامه مهمه جدا وتخليك تعرف ان ده نصب على طول. وهو شكل الايميل نفسه، مفيش بنك ولا شركه بروفيشنال هيكون اخر الايميل بتاعها @gmail.com او @yahoo.com. الايميلات بتاعت البنوك والشركات والمواقع هتلاقيها دايما مميزه في اخرها باختصار للموقع او للبنك او للشركه، زي الايميلات دي كده بالظبط. وخلينا بالمره نقول ان ده كمان بيندرج تحته عمليات الاحتيال اللي بتجيلك من خلال الوظائف، اللي بيوهمك انه شركه وجايب لك وظيفه بس لازم تدفع مبلغ بسيط عشان الانترفيو، فلما هتيجي تشوف ايميلاتهم هتلاقيها برضو نفس النظام اللي قلنا عليه، مش هيكون في اي احترافيه تماما، ومفيش اي شركه محترمه هتقول لك تعالى اعمل انترفيو بس ادفع فلوس. ولو انت متفائل خير بالوظيفه حاول على الاقل انك تبحث عنهم على يوتيوب او على جوجل او على اي مكان يقدر يوصلك لمعلومه عنهم تكون مفيده. دلوقتي عرفنا اننا لازم نركز كويس جدا في شكل الايميل، لان هو ده اول خطوه لكشف عمليات الاحتيال. كمان ما نديش ابدا مهما حصل الباسورد بتاعنا لاي حد مهما كان مين. تاني طريقه من طرق الاحتيال الشخص اللي بيتصل بيك وبيقول لك انك كسبت حاجه فظيعه معرفش بكام، او انك كسبت مبلغ معين واحنا عايزين نبعت لحضرتك المبلغ ده، فممكن تقول لنا لو سمحت رقم الحساب بتاعك، وبصافي نيه بندي رقم الحساب. لحد هنا هو مش هيقدر يعمل اي حاجه بمجرد انك اديته رقم الحساب. المشكله بقى لما تديله السكيورتي كود، الثلاث ارقام اللي بيكونوا ورا في الفيزا. الثلاث ارقام اللي بيكونوا ورا الفيزا دول ارقام مهمه جدا بالنسبه لحضرتك وما ينفعش اي حد يطلبهم، ومفيش اي شخص طبيعي هيطلبهم منك، فلما حد يطلبهم اعرف فورا ان هو شخص محتال، لان الرقم ده مش هيفيد اي حد غيرك في حاجه. الرقم ده معمول عشان تاكد عمليات الدفع بتاعتك انت، فلو حضرتك مش هتشتري حاجه اونلاين فمحدش هيستفاد منه، فما ينفعش حد يطلبه. كمان الشخص المحتال ما بيتوقفش عن انه يطلب منك الثلاث ارقام دول، يقول لك يا فندم في رساله جايه لحضرتك دلوقتي من فضلك تقول لي الارقام اللي موجوده في الرساله، وللاسف دي بتكون رساله التاكيد اللي بتيجي من البنك عشان البنك يتاكد ان حضرتك اللي بتستخدم الكارت. وللاسف لما حضرتك بتديله الرقم فورا بتلاقي بعدها ان اتسحب منك مبلغ وقدره. ودلوقتي عرفنا مع بعض ان ما نديش لاي حد مهما حصل السكيورتي كود، الثلاث ارقام اللي بيكونوا موجودين في الفيزا من ورا، ولا ندي لحد الارقام اللي بتجيلنا من البنك لتاكيد عمليه الدفع. وفي النهايه باذن الله نعمل حلقه تانية عشان نقدر نكمل باقي طرق الاحتيال الالكتروني ونعرف ازاي نقدر نحمي نفسنا منه وايه اللي المفروض اننا نعمله لو تم بالفعل الاحتيال علينا. وفي الاخر في رعايه الله وحفظه وربنا يعافيكم جميعا.